كتبدا القصه في ايطاليا وبالضبط واحد المصنع ديال الشراب. قصه باديه بالشراب يعلم الله فين غادي تسالي. هاد الشيباني هو مول المصنع، كان جالس في دارو حتى اتصلوا به وقالوا ليه شي حد هجم عليهم شد الطريق، وملي وصل لقى الرجال ديالو طايحين في كاع البلايص. طلب من حفيدو يتسنى في الطوموبيل وهز الفردي ودخل هو والمساعد ديالو يشوفوا شنو واقع. وهما داخلين شافوا شلاب طايحين، هذا مضروب مقدا، الاخر مضروب بالستيلو. المهم كل واحد ورزقه. وصل لاخر غرفه في المصنع، لقى هادوك اللي بقاو من الرجال ديالو مدورين واحد القرع. وهاد القرع سميتو روبرت، عميل مخابرات متقاعد، ولكن مازال مره كيضرب بريكولات. واليوم غيكون جا لهنا يرجع شي حاجه سرقه المافيوزي لواحد الشخص كيعرفو. وشنو هي هاد الحاجه من بعد ونعرفو. المهم صاحبنا داخل على القرعه وهما منيشين فيه بالاسلحه وهو كيهضر عادي بحال حتى شي حاجه ما واقع. دا عليه الشيباني: واش عرفتي راسك معامن؟ والله اليوم ما غادي تخرج من هنا حي. خلى صاحبنا حتى ساله وقال ليه: شوف، عندك 10 ديال الثواني تقرر واش غادي تعطيني المسروقات بالخاطر ولا غادي نخسر رمكم الخواطر. موراها مباشره خدم الكرونو. الشيباني ما خداش هادشي بجديه، ولكن مع غتسالي ديك الثواني اللي عطاه وغادي ترون. جر الاول يدو اللي فيها السلاح تيرا، في الثاني طيحو، وداز عند الثالث طيحو حتى هو، وزرع الاول فردي في عينيه. الشيباني شافو طيح الرجال ديالو وجبد الفردي تيرا فيه، ولكن الوين حتى هو على القرص. عرض عليه المساعد ديالو وتيرا فيه، ومن وسط العين ديالو نشرو مع الارض. بدا الشيباني كيزحف حاول يهرب، ولكن هيهات هز السلاح تيرا ليه في مسعوده وخلاها مرعوده، وعاودوا للراس وصيفطوا لازرين الكرسي يتحاسب. ملي خلط طايح اكثر من نايض والنايض كيولي طايح، خدا داكشي اللي جا على قبلو دارو في واحد الصاك وخرج من تم. الامور كتبان غدا مزيان. المهم تمت بنجاح، ولكن قبل ما يوصل الطوموبيل ديالو غفلو حفيد الشيباني تيرا فيه بشوزكان وعلق من تم. الوين ما عرف راسو باش تبلا. اخر حاجه كان كيتوقع هي الضربه، وجاتو في واحد البلاصه في الظهر صعيب يوصل ليها. شاف راسو ما غاديش يقدر يحيد القرطاس ومشى يركب في الطوموبيل ويحاول يوصل لشي سبيطار. ديما راه الطوموبيل وقصد المرسى، ركب في واحد السفينه قطعته لواحد البلده ايطاليه سميتها إلتامونتي. وهو شاد الطريق يشوف السبيطار تما، غتكون الضربه ديالو نزفات بزاف وما بقاش قادر يزيد يقاوم. عيا ما يصبر، في الاخر وقف الطوموبيل جنب الطريق واستسلم للامر الواقع. ولكن من ظهرو كان دايز من تم واحد الضابط سميتو جيو غير شافو في ديك الحاله طار بيه عند واحد الدكتور سميتو إنزو. وهاد إنزو كان معروف في البلده وعزيز على كل شيء. حيد لروبرت القرطاس، خيط ليه الجرحه، المهم دار معاه كاع داكشي اللي خصو يدار. ومن بعد 3 ايام فاق صاحبنا من الغيبوبه وبدا شويه بشويه كيسترجع الصحه ديالو. إنزو كان ظريف معاه بزاف، كيعطيه ياكل كيشربوا الدواء في الوقت، وملي ولا كيقدر يوقف شويه عطاه واحد العكاز ديال باه وخلاه يخرج يتمشى في البلده. الوين بقى دور هنا دور لهيه، وملي عيا جلس في القهوه ديال وحده سميتها امينه. وهو كيشرب في القهوه وقف عليه الضابط جيو، واللي بالمناسبه هو اللي لقاه في ديك الليله. سولو كيف بقى، تعرف عليه، في الاخير عطاه السوار ديال طوموبيلتو وقال ليه راه وقفها مول الكوميساريه، وودعو وتحرك. سالا النهار، وفي الليل مع راجع للدار اتصل بوحده سميتها ايما خدامه في المخابرات. وهاد ايما غتكون بنت صديقته سوزان اللي ماتت في الجزء اللي فات. سولاتو فاش تقدر تعاونو، قال ليها عندي بلاغ على واحد المصنع ديال الشراب. قالت لي مرحبا. عطاها العنوان ديال المصنع اللي صفاها المولى والرجال ديالو في البديه، وقال ليها باللي تجارات الخمور دايرينها تما غير واجهه، اما الخدمه الحقيقيه اللي كيديروها تما فهي صناعه النعناع وسنيده وغسل الاموال. مع قال ليها هاد الشيء قطع وحيد كارت سيم من التليفون باش ما يقدروش يتبعوه. واحد النهار هو كيخشي في وجهه في واحد المطعم بحال ديما، ضرب على مول المطعم كيعطي الفلوس لواحد سميتو ماركو. وهاد ماركو غيكون خو مافيوزي كبير سميتو فينسنت. اللوين لاحظ ان مول المطعم ما عجبوش الحال وهو كيعطي الفلوس، ولكن ما عرفش شنو واقع بالضبط. العشيه هو راجع للدار لقى ماركو كيبيدق في واحد السيد عنده محل ديال الحوت حيت ما بغاش يعطيه الفلوس. هنا صافي الامور ولات واضحه. فينسنت وخوه كيجبر التجار كل شهر يعطيهم مبلغ ديال الفلوس، هنا عندنا كنقولوا ليها الزطاطه. وماركو كيدخل المول الحوت حيت ما عندوش الفلوس اللي يعطيه هذا الشهر. غيكون الوين واقف من برا وكيشوف هذا الشيء كامل. عطا ماركو المول الحوت قتله ديال الكلاب، وهو خارج من تما لقى الوين كيشوف فيه، دار فيه واحد الخنزيره وخدا الرجال ديالو وتحرك من تم. في الجهه الاخرى غنشوفوا خو فينسنت كيحاول يقنع واحد المراه تبيع ليه العماره ديالها، ما خلى ما دار معاه، عرض عليها بزاف ديال الفلوس، قال لها يعطيها بورسونتاج من الارباح ديال لوطيل اللي باغي يدير في بلاصه العماره. والو اختنا راسها قاصح. هنا فينسنت غيديزاكتيفي التفاهم وغيدوز معاها للتهديد. نتوما ما كتبغيوش بنادم يبقى درويش، كتبغيو غير الطوغات. هو يامر الرجال ديالو يصفوا
شافوها لبا وخرج من تم. في الباب بقى خوه ماركو كيتسنى، خدا من عنده الفلوس اللي جمع من التجار وهو كيوصيه يجمع الفلوس بهدوء ويحاول ما يجبدش الصداع. لاحو الرجال ديالو بين مولات العماره من التروازيام ايطاج. بقى ماركو كيشوف فيه، قال له راه عطيناها الفلوس ما بغات تشدهم، شنو بغيتي ندير ليا؟ موراها ودعوه ركب في الطوموبيل وتحرك بحال حتى شي حاجه ما وقعت. في الليل روبرت كيتعشى مع انزو، قال ليه باللي غدا غينزل للسوق يتغدى، وسولو واش يجيب ليه شي حاجه. قال ليه لوين عاوتاني بما فيه الكفايه، داكشي علاش غير ارتاح وانا غدا غنمشي نجيب لك داكشي اللي بغيتي. الطبيب جاتو من الجنه والناس، قال ليه باللي خاصو غير الحوت، والنهار الاخر غنشوفو روبرت عند مول الحوت كيتقدى. اختار داكشي اللي بغا، ولكن فاش جا يخلص قال ليه مول الحوت اول مره تشري من عندي ما غاديش نتخلص. هي صاحبنا يلح عليه، حاول يلصق ليه الفلوس، والو غادي تاخذ بيديكي، هي غادي تاخذ بيديكي. شكرو روبرت على التعامل ديالو، وغيبان باللي ولا عزيز عليه بزاف. في الجهه الاخرى غتكون ايما خدات معاه العامل فرانك وشي عملاء اخرين، ومشاو داهموا المصنع ديال الخمور اللي قال عليه روبرت. ملي شافوا دوك البطاين اللي طايحين قالوا اكيد شي سكواد ديال فري فاير هما اللي صفاوها ليهم، ولكن في الحقيقه غير روبرت بوحدو قتلهم كاملين. عياو يقلبوا ما لقاو حتى شي دليل يوصلهم للشخص اللي صفاها ليهم. مشاو للكاميرات يشوفوا واش شدوا شي حاجه، لقاوهم حبسوا قبل ما توقع الواقعه. من بعد مده ديال البحث اكتشفوا ان هذا المصنع كان متخصص في انتاج واحد النوع خطير ديال المخدرات الكيماويه، وباش يهربوها من البلاد كانوا كيخبيو الميكات في قراعي ديال الشراب. حجزات ايما والفريق ديالها هذيك الكميه ديال المخدرات بالاضافه ل 11 مليون دولار كاش، وتحركوا من تما. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا فينسنت وهو خارج من الكنيسه، لقى خوه ماركو كيتسناه، وغيكون هو اللي اتصل به قال له باش يجي لعنده. سولو ماركو شنو باغي، قال ليه قريب غادي نحول هاد البلده لمنتجع سياحي وغندير فيها بيران كازينوهات ومدن الملاهي، وبغيتك تزير ليا راسك مع التجار وما ترحم حد. بالليل روبرت جمع حوايجو خارج من البلده، ضرب على المحل ديال مول الحوت شعل فيه العافيه، وغيكونوا حرقوا ماركو والعصابه ديالو باش يخليو عبره لاي واحد ما خلصهمش. مشى لوين ذاك يطفي معاهم في الصباح، عاونهم يعاودوا بالاصلاح، وملي عرف باللي ماركو والعصابه ديالو هما اللي شعلوا فيه العافيه قرر ما يمشي حتى يهنيهم منهم. الضابط جيو هو اللي تكلف بقضيه البحث على الشخص اللي شعل العافيه، قلب كاع الكاميرات ديال البلده، وفي وحده فيهم ضرب على الطوموبيل تحركات من قدام المحل ديال الحوت مباشره من بعد ما شعلت فيه العافيه. ما كانوش باينين الملامح ديال الاشخاص اللي راكبين فيها، ولكن قدر يحدد الماتريكيل ديالها، واتصل بواحد صاحبه وعطاها ليه وقال ليه يشوف ليه ديال من. في الليل ولوين شد كويز ديالها تاي وقفت عليه امينه، بدات كتدي وتجيب معاه في الهضره، كتسولو منين هو وغيبان في حالها الى عجبها، وعرضت عليه يمشيو ياكلوا شي حاجه. اللوين حتى هو كان غير على سبه، داز للدار استيكا على الحاله، ضرب واحد الطريبيش وقصد واحد السوق ديال المأكولات، وفي داك السوق كلشي كيعرض عليه، هذا كيعطيه شاورما، الاخر كيعطيه ضرب قطبان. صاحبني عجبو الحال بزاف. الوقت كيدوز نهار على نهار، وكيولي روبرت قريب للناس ديال البلده، حتى وصلت واحد الوقيته ولا كيحس براسو ولا واحد منهم، وفي حال سنوات وهو عايش معاهم. الامور كتبان غادا مزيان، كلشي هو هذاك، ولكن تمشي ضياح بما لا تشتهي السفن. واحد النهار مشى الضابط جيو المدرسه ياخذ بنته، ولكن ما لقاهاش، وغتكون هذه اول مره توقع ليه. صاحبنا الدنيا دارت به، وهو كيسول المدير اتصل به مارك وقال ليه رجع للدار. صاحبنا سمع هذا الشيء وهو يضربها بجريه للدار، وصل لقى مارك والرجال ديالو حابسين بنته ومراته، وغيكونوا عرفوه قريب يوصل ليهم لانهم هما اللي حرقوا المحل ديال مول الحوت، وجاو باش يسكتوه. مع وقف وسط الدار جا فيه مارك للراس طيحو، وبدا كيدخل ليه هادي تنفع هادي تضر، لقى عطاه سلخه ديال العدو. في الاخر هدو، وإلا ما تخلاش على القضيه غيصفيها لبنته وخلاه مجبد تما وتحرك. النهار الاخر ولوين داخل الدار لقى جيو خارج من عند الطبيب وكتبان حالته حاله. سول الطبيب شنو وقع ليه، قال ليه تعدى عليه ماركو والرجال ديالو، وبدا كيعاود ليه عليهم. قال ليه ماركو خو فينسن زعيم عصابه لاكامورا، وهاد العصابه زارعه الرعب في السكان ديال البلده، كيدي لهم العقارات ديالهم صحه وكيخليهم يخلصوا الضرائب بلا موجب شرع، واللي حاول يقاومهم كيصفيوها ليه. صاحبنا غير سمع هاد الشيء بقى فيه الحال بزاف، وهنا قرر يتكلف يجيب لهم حقهم، وغيبان باللي غادي
ترون في العشيه وهو طالع للكنيسه، لقى العامله ايما كتسناه وغتكون قدرات تبع التليفون ديالو قبل ما يحيد منو كارت سيم. بدات كتدي وتجيب معاه في الهضره، كتسولو شكون هو ومنين جاب الرقم ديالها. قال لها انا مجرد مواطن صالح شاف جريمه وبلغ عليها، اما بالنسبه للرقم ديالك فلقيته في واحد المجلد كان عندي. ايما لاحظت ان روبرت ذكي وغادي يعاونها في القضيه ديالها، وطلبت منه يزيد يبقى هنا شويه حيت تقدر تحتاجه، وشكراتو على المعلومات اللي عطاها والتحركات. في الليل هو كيتعشى في واحد المطعم، دخل ماركو والرجال ديالو قصدوا الضابط، بداو كيهدوا فيه عاوتاني وهما كيديروا هذا الشيء. هز ماركو راسو ولقى روبرت كيخنزر فيه وهو يقصدو، ويا ريتو ما قصدوش. روبرت طالع عليه القرده للراس وخاصو غير منين يدوز ليه، ومع هذيك مالك كتشوف فيا دار ليه تسط الوليه يدو خلاه كيتخنصص بحال شي وليه. بغاو الرجال ديالو يدخلوا، زير ليه وخلاه يامرهم يخرجوا. وملي خرجوا الرجال ديالو امر روبرت يعطيه السلاح، جبدو حطو فوق الطبله. ديك الساعة تلقوا ماركو ما تسرطاتش ليه، ناري ما عرفنيش شكون، واليوم صفيها ليه وهو مازال كيعربط. دخل الطوموبيل في واحد من الرجال ديالو ولصقو مع الحيط. خرج روبرت مور الثاني ضربو بقرعه ديال الشراب نعسو وقصد ماركو غير شافو برد ليه الماء في الركابي، جبد واحد الموس هجم عليه به، ولكن هيهات شير عليه المره الاولى خواليه، الثانيه خواليه، ايوا الثالثه شدو زرعوا ليه في يدو، جبدو عاود حبو زرعوا ليه في عنقو والله يرحمه. نهار الاخر صبحت الدنيا عامره بالبوليس، جمعوا الادله، هزوا البصمات اللي في مسرح الجريمه، ولكن مع روبرت كان محترف ما خلى حتى شي حاجه توصلهم ليه. في نفس الوقت وقع واحد الانفجار في لاكار وماتوا بسببه بزاف ديال الناس. ايما والضابط اللي معاها قالوا اكيد الارهابيين اللي داروها. وفي العشيه ديال نفس النهار قصدوا المكتب ديال رئيس شرطه نابولي، طلبوا منه يخليهم يحققوا مع واحد الارهابي مشدود عندهم. رئيس الشرطه وافق، وديك الساعه قصدته للسجن. بدات كتسولو وكتبحث معاه، ومن بعد مده وهي كتضغط عليه قدرت تخليه يقرب واحد المخزن ديال الشراب حتى هو كيصنعوا فيه النعناع وسنيده، وهذا المصنع غيكون تابع لفينسن وعصابه لاكامورا. في الصباح غنشوفوا قوه التدخل السريع قصدت المخزن، مع وصلوا لتما جبدوا الاسلحه وهجموا، ومع كان سقي حتى كتسمع ديك القرطاس يتلعلع ويترعرع. كاع اللي قاوم وحاول يهرب صفاو عليه، واللي استسلم اعتقلوه. وفي العشيه غنشوفوا رئيس الشرطه داخل الفيلا ديال فينسن وغيكون جا باش يعزيه، وفي نفس الوقت ينبهوا من ايما وهما كيديو يجيبوا في هضره. غنعرفوا باللي الانفجار ديال لاكار كان من تخطيط فينسن، وغيكون دار هادشي باش يلاهي الشرطه ديال المدينه بينما هو كيفرق سلعه على البزنازه الصغار. قال لي رئيس الشرطه باللي خاصو يوقف شويه من الاعمال ديالو، حيت في كل تفجير كيديروا كيموت بزاف ديال الناس. فينسن ما عجباتوش الهضره ديال نقص شويه من الاعمال ديالك. قال لي انت دابا غتوريني شنو غندير، ديها غير في البحث على الاشخاص اللي قتلوا لي خويا وخليني انا قد بشغالي. رئيس الشرطه بطبيعه الحال ما غاديش يسكت ليه، بدا عليه واش نسيتي راسك راه كتهضر مع قائد الشرطه، انا غادي نوريك. وطاح مع فينسن مع ساخط بسبب موت خوه وخصو غير فين يبرد غدايته. اما الرجال ديالو يتبتوا ليه رئيس الشرطه وجبد موس وطير ليه يدو وداروا عليه في واحد السطل ديال الشراب وصيفطوه بحاله باش نوري والديك البساله. نهار الاخر وايما خارجه من المكتب اتصل بها روبرت ونبهها من انها تركب في طوموبيلتها، وهي كتسول على السبب حتى كتسمع ديك بوم انفجرات الطوموبيل، وبسبب هذا الشيء ماتوا بزاف ديال الضباط وايما تضربات ضربه خايبه. اتصلوا بالاسعاف جاو في البلاصه طاروا بها للسبيطار. فينسن ملي ما قدروش البوليس يعرفوا الشخص اللي قتل ليه خوه تسنى غير طاح الظلام وقصد البلده. داز على الدار ديال الضابط، جا وخدا الوسطى تما حط عليه السلاح وبدا كيهددهم يقروا شكون اللي قتل ليه خوه واللي صفيها ليه. مرات جيو كتبكي، بنتو كتبكي، الناس مجموعين وحتى واحد ما قدر يدير شي حاجه. وهو كيوجد باش يصفيها ليه خرج لوين قال ليه انا اللي قتلته، يعني الا عندك شي مشكل حلو معايا انا، بغيتي تقتلني انا قتلني، بغيتي نمشي معاك ما عنديش غرام ديال المشكل. المهم خلي الناس ديال البلده في حالهم حيت ما داروا والو. فينسين مع هادشي اللي سمع خلى جيو ونيش فيه، عمر السلاح ووجهو في اتجاه روبرت، ولكن قبل ما يتيري خرج الطبيب وهو يتيري في السماء. الناس جبدت التليفونات وطلقوا اللايفات. فينسين شاف راسو الا قتلو دابا غيكون
من عند البوليس دليل باش يعتقلوه. قال ليه باللي ما غاديش يدوزها ليه، وخدا الرجال ديالو وتحرك من تم. وفي هذه اللحظه عرف روبرت انه بقى عنده حل واحد باش يعيش في سلام، وهو انه يصفي فينسن والعصابه ديالو. وغيبان باللي غادي ترون في الليله ديال النهار الاخر. هجم على الفيلا اللي عايش فيها، غفل الحارس ديال اللي صفى عليه وبقى داخل، واللي لقاه قدامه كيصيفطو تقاعد. التيراف هذا من برا طيحو وقطع الضوء، ودخل 3 اخرين كانوا كيقلبوا كيفاش يرجعوا الضوء. تخرج ليهم هاك شد نعس لقى. قلت لكم العزوه راه ما كيرحمش. موراها صفوها المسؤول على الكاميرات باش ياخذ راحته في الدار، ولا كيتحرك كيف ما بغى. كيكون الحارس ضارب دويره في الدار، ما كيعرف منين كيخرج ليه. من بعد مده قصيره صفوها شرهم كاملين، واخر واحد لاحو على فينسن من الطاج للفوق. كان ناعس حتى كتسمع ديك بشاخ، ما عرف راسو باش تبلع. هز واحد الرشاش وخرج كيجري يشوف شنو واقع. كان مخلوع بزاف وما حدو هو خارج وكيشوف الرجال ديالو مقتولين، وهو كيزيد يتخلع. حتى لهاد اللحظه دخل في واحد الحاله هستيريه وبدا كيتيري في كاع البلايص ومن الطرف. وهو كيدير هادشي كنشوفوا العزوه عاصر عليه، ومع تسالى ليه القرطاس دار ليه ديك الرق، ضربوا لوجهو غيبو. وملي فاق لقاه باللي شربوا ليه جرعه كبيره ديال سنيده اللي كيبيع للناس. قال ليه شوف بقات ليك 6 ديال الدقائق وتودع، يلا جري اعتق راسك. فينسن سمع هادشي عفط، خرج من الدار كيجري في اتجاه السبيطار، ولكن يلا قطع مسافه قصيره طاح في الارض قدامه. الامانه امانته. بهادشي قدر يهني السكان ديال البلده من فينسن اللي كان زارع فيهم الرعب ومحرر عليهم العيشه. النهار الاخر مشى يزور ايما في السبيطار، سولها كي بقات. بداو كيديو يجيبوا في الهضره، عاود ليها شنو مشى يدير في هذاك المصنع ديال الشراب. وهنا غنعرفوا باللي مول المصنع اللي صفى عليه في البديه سرق لواحد الشخص كيعرف روبرت 300 الف دولار. وهو فاش مشى يرجعها اكتشف داكشي اللي كيديروا تما، واتصل بها في الاخير. خلى ليها الصاك ديال الفلوس وعطاها السميه ديال مولا، وطلب منها ترجعوا ليه وودعها وتحرك. ايما كي خرجت من السبيطار قصدت الراجل وعطاتو الامانه. وملي شاف دوك الفلوس فرح بزاف، حيت كانوا هما التقاعد ديالو اللي خدم عليها حياته كامله. في العشيه ملي رجعت للمكتب ديالها لقات برا صيفطها ليها روبرت حاتها، ولقات مكتوب فيها باللي ما غتكون فخوره بها. ومن خلالها فهمت باللي روبرت كان صديق ما، وغالبا كان معاه في المخابرات. وقبل ما نسالي وبيني وبينكم، هاد ايما خوتي والله حتى قنبوله. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك، كومنت، متابعه القناه، وبارطاجيو مع اصحابكم، وخليو اسم الفيلم الجاي اللي بغيتو نلخصو لكم. كان معكم مول الماسك، ونتلاقاو الفيديو الجاي. سلام عليكم.